كان اول مرة اعمل فيها الكيك دي، كل اللي شافها كان فاكرها تورته. كيكاية بطعم التورته وشكل رهيب، بتديكي طعم ما حصلش، قوام خطير، شكل يجنن. بص يا جماعة، مميزة في كل حاجة، ده غير ان هي مغذية جدا وبتعجب الولاد جدا جدا جدا. واليومين دول ده الموسم بتاعها. اتفرجي بنفسك وشوفي جمال الكيك وتعالي اقولك ده اتعمل ازاي. معايا 3 بيضات وفانيليا، 3/4 كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايتين دقيق، وباكيت بيكنج باودر. ده البلح الرطب بتاعي، بقشره وافصصه زي ما انت شايفه كده، بفتحه او بعمله نصين. جبت البيض بتاعي ضربته بالمضرب، وهبدا ان انا انزل بالسكر على 3 دفعات، بين كل دفعه والتانيه لحظات كده يا دوبك، يعني ابدا ادوب السكر واضرب كويس بين كل مره والتانيه. انا طبعا بضرب على سرعه عاليه وبجري الفيديو عشان ده مش محتاج ياخد مننا وقت كتير في الفيديو. هضرب كويس لحد ما يبيض معايا ويبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هبدا انزل بالزيت بتاعي سرسوب واحده واحده. نزلة الزيت سرسوب واحده واحده دي بتخلي القوام يبقى معاكي احلى، وبتخلي اللون افتح كمان، يحافظ لك على اللون الفاتح اللي احنا عملناه ده. ضربت الزيت بتاعي، حطيت الفانيليا، هنزل باللبن بتاعي، وفي الوقت ده انا يا دوب هقلب اللبن وهقفل بسرعه. شوفي انا يا دوبك حطيت اللبن تقليبه خلاص، بس طفيت، انا ما قطعتش هنا اي حاجه خالص. جبت الدقيق بتاعي، انا كنت نخلاه، حطيته زي ما انت شايفه، حطيت عليه البيكنج باودر باكيت كامل، وحطيت كمان معلقه من الخل، وقلبت كويس قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد. انا ما بقلبش يمين وشمال، انا بقلب في اتجاه واحد، وبقى ده القوام بتاعي. جبت القالب بتاعي اللي انا هعمل فيه الكيك، دهنته دهنه زيت، ورشيت عليه كده شويه من السكر، رشه محترمه تغطي الارضيه، وهقولك ليه بعدين. وجبت شويه من القرفه، رشيتهم برضو فوق السكر كده، وبدات ان انا ارص البلح بتاعي وهو مفتوح كده ويبقى وشه لفوق. السكر اللي انا حطيته تحت في الارضيه ده هيتكرمل وهيدينا طعم خطير مع البلح يا جماعه. ورشه القرفه دي بقى بتنقله في حته تانية خالص. رصيت كميه البلح بتاعتي كلها ونزلت عليها بالكيك. الفرن بتاعي سخن من قبلها على درجه حراره 180. سويت الكيك بتاعي ان انا ادخل فيه خله الاسنان تطلع بالشكل اللي انت شايفاه، وطلعته غطيته لحظات، وبعد كده قلبته. ولو حته لازقه كده بتشيلها بكل سهوله وتحطيها على الكيك بتاعك. بصي، اللي بيشوفها بيفتكرها تورته، والطعم بتاعها خطير. وعايزه اقولك انها تشرفك لو جايلك ضيوف او عندك عزومه او اي حاجه. ده غير ان انت مجرد ما هتعمليها لولادك هيطلبوها منك على طول. بصي قد ايه الناحيه دي والناحيه دي رائعه، ومن جوه هش وخفيف. لو عجبتك ما تنسيش الشير واللايك.